مشاهدي قناة زوم مغربية الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. المتتبع للإنجازات الكروية اللي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة على الصعيد القاري العربي والعالمي أيضا يدرك تماما أن فترة الرئيس جامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع كتبقى أبرز على الإطلاق في تاريخ المملكة المغربية الشريفة وإفريقيا على العموم، بالنظر إلى القفزة النوعية والطفرة الكبيرة اللي تحققت خلال الولاية ديالو على مستوى الإنجازات. وكيف كتعرفوا جميع فاتسمت الفترة ديال السيد فوزي القجع ومازال بنهضة كروية شاملة عرفها المغرب، إن على مستوى البنيات التحتية، اتساع رقعة التكوين، احتضان تظاهرات قارية ودولية هامة أيضا، إضافة إلى تحقيق الإنجازات اللي كانت غير مسبوقة، أبرزها بلوغ أسود الأطلس المنتخب الوطني المغربي لنصف نهائي كأس العالم 2022، فضلا عن تمثيلية وحضور قوي على مستوى أجهزة الاتحاد الإفريقي والدولي لكرة القدم، الأمر اللي أحرج بشدة عدد من رؤساء الاتحادات الإفريقية والعربية، بل وجعل إمكانية مقارعة فوزي القجع وتنزيل أو محاولة استنساخ ولو شطر مما حقه ضربا من الخيال لن يدرك إلا بعد سنوات طوال من العمل الجاد اللي قام به المغرب في عهد هذا السيد. ارتباط بهذا الموضوع، السيد فوزي القجع أيضا تسبب في أزمة كبيرة بالدولة الهكاوية اللي انتهى كيف كتعرفوا بعد أن الرئيس الاتحادية ديالها قدم استقالته، فلحد الآن ما لقاو حتى مرشح باش يجي في بلاصتو. فبعد انتهاء أجل وضع ملفات الترشح لرئاسة الاتحادية الجزائرية فلم تتوصل بأي ترشيح، الأمر اللي كيفسر حجم الخوف والرعب اللي كيسود بين من يحوم في فلك هذا الجهاز. اضطر اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى تمديد آجال إيداع الملفات لأسبوعين إضافيين. وفي هذا السياق نشر بوق الكابرانات حفيظ الدراجي مقال جديد مهد من خلاله لحارس المعبد السابق أن ما لقاو حتى شي واحد باش يقارع على القجع، فقالوا رجعوا الفترة القديمة. وهكذا فبتعليمات من نظام العسكر الحاكم في الجزائر هناك حديث عن عودة تروراوة، سيما بعد أن فشل كل الرؤساء اللي خلفوه على رأس اتحاد كرة القدم في وضع حد للفتوحات الكبرى اللي كيقودها الرجل الحديدي المغربي فوزي القجع على الصعيدين الإفريقي والدولي. وكشف الطعارجي في المقال اللي نشر ان بعد ما لقى حتى شي واحد ما ترشح، ناض الامين العام للاتحاد باعلان تمديد اجل الترشح لاسبوعين اخرين حتى يتم فسح المجال للترشح لاسماء لم تعلن عن نواياها رسميا لحد الان، في سيناريو يبدو غريب ينذر بحدوث مفاجأة كبيرة على حسب ما قال، وهي العودة ديال الرئيس الأسبق محمد روراوة إلى الواجهة لإكمال ما تبقى من عمر العهدة الأولمبية وإعادة ترتيب شؤون البيت الكروي اللي بلغ حسب ما قال درجة كبيرة من الرداءة والتراجع والإفلاس المادي والأخلاقي. وأضاف بوق الكابرانات أن مصادر مقربة من الرئيس السابق روراوة أكدت اقتناع هذا الرجل بضرورة العودة لإعادة ترتيب البيت اللي تم تهديمه في ظرف 6 سنوات مر عليه 3 رؤساء، يعني 3 رؤساء لم يستطيعوا مقارعة السيد فوزي القجع، ودائما حصدوا الخيبات تلو الخيبات. نظام الكابرانات ما لقى باش شي وجه جديد انه حتى واحد ما قادر يترشح، فقالوا واش نديروا، قالوا نجبدوا أسلحة القديمة لعلها تكون باقى نافعة. سنرى، المغرب راه واقف لكم في الحلق، والمغرب غيكون ديما حاضر وديما واقف ضدكم لصد كل محاولاتكم أنكم
يديروا شي تحركات ضده. هذا ما كاين في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.